بعد أن وقع طرفا الصراع في ليبيا على اتفاق إنهاء الأزمة ضمن خطة واضحة، بات التحدي أمام الموقعين أن يسوق كل طرف بنود الخطة بين صفوفه. الاجتماع هذا بين مجموعة من النواب ومجموعة من المؤتمر أعتقد أنه وصلوا لنهاية، يعني وصل السيل للزوبة خلاص، يعني ما عادش في نقاش، لازم يوصل تفاهم، لأن زي ما تقول ماشي التالي 5 سنوات. التوقيع على الاتفاق بين ممثلين عن البرلمان المعترف به دوليا والمؤتمر الوطني لاقى ترحيبا داخل ليبيا. يعني اتفقوا بين البرلمان والمؤتمر، وان شاء الله تكون خير علينا، يعني لان احنا كشعب ليبي يعني حتى من ناحيه المعيشه صبحة المواطن ما عادش يستحمل فوق هيك يعني. هذا شيء فرح الليبيين كل. نتمنى البلاد ترتاح وتتقدم ان شاء الله، حتى المواطن ما يتعبش وتبدا في حريه فعلا ديمقراطيه مضبوطه، مش ديمقراطيه تاع الفوضى. الليبيون الذين ملوا الصراع يأملون بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي نص عليها الاتفاق، مثلما نص على إجراء انتخابات تشريعية والعودة إلى أحكام الدستور الملكي السابق لحكم القذافي. تونس التي رعت الاتفاق هي المتضرر الأكبر من حالة عدم الاستقرار في ليبيا، وقد عبر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي عن دعمه للاتفاق، فيما أبدى مسؤولون مصريون نوعا من التحفظ على الاتفاق الجديد.